إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 11 من أكتوبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه في حلقة اليوم للنزاعات الخطيرة حول الموانئ في القرن الإفريقي، من خلال استعراضنا لمقال تحليلي أوردته مجلة الإيكومينست البريطانية ونشره مترجما إلى العربية موقع الجزيرة نت في 7 من أكتوبر الجاري بعنوان نزاع خطير في القرن الإفريقي حول الموانئ. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. في زيارة تاريخية، الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور إريتريا. مصر تنفي اتهام قائد قوات الدعم السريع بمشاركتها الجيش السوداني في قصف مواقع قواته. وإصابة سفينة شحن بأضرار قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر إثر استهدافها من قبل الحوثيين. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. في زيارة تاريخية تعتبر الأول من نوعها لرئيس مصري، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإريترية أسمر يوم أمس الخميس، وذلك في أول زيارة له ولرئيس مصري إلى إريتريا. ووفق ما ذكر مكتب الرئاسة المصرية، فإن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، حيث ستتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة. وسبق زيارة الرئيس المصري إلى أسمرة وصول الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود برفقة وزير خارجيته إلى العاصمة أسمرة مساء الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام. ويرى المراقبون لشؤون المنطقة أن الزيارة تأتي في إطار التقارب الثلاثي الإريتري المصري الصومالي، بهدف تكوين حلف أو جبهة موحدة ضد أبي أحمد في ظل تأزم العلاقة بين أثيوبيا والبلدان الثلاثة، على خلفية اتفاقية مذكرة التفاهم التي وقعتها أثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في يناير الماضي بشأن الحصول على منفذ بحري، والذي اعتبرته الدول الثلاثة انتهاكا لسيادة الصومال وسلامة أراضيه. هذا وسبقت الزيارة التاريخية للرئيس المصري زيارة وزير الخارجية المصري ورئيس المخابرات المصرية إلى أسمرة في منتصف سبتمبر الماضي، الأمر الذي يشير إلى تنسيق البلدين في ملفات متعددة، على رأسها تداعيات الأزمة الصومالية الأثيوبية والحرب الدائرة في السودان وأمن منطقة البحر الأحمر. ولمزيد من إلقاء الضوء على ذلك، تابعوا معنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. نفت الحكومة المصرية أمس الخميس اتهامات قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي بالمشاركة في الضربات الجوية على قواته في منطقة جبل مويا بولاية سنار وسط البلاد. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الجيش المصري لا يشارك في المعارك الدائرة بالسودان، ودعت المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره حميدتي. وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن هذه المزاعم تأتي في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان. وأكد البيان أن مصر حريصة على أمن واستقرار ووحدة السودان أرضا وشعبا،
وتشدد على أنها لن تألو جهدا لتوفير كل سبل الدعم للسودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب وفق ما جاء في البيان. وكان الفريق محمد حمدان دقل حميدتي اتهم مصر بالمشاركة في الضربات الجوية على قواته في جبل موية، وقال في مقطع فيديو مسجل الأربعاء إن جنودا من قواته قتلوا وضربوا غدرا بالطيران المصري وفق تعبيره، متهما القاهرة بتدريب الجيش السوداني وإمداده بطائرات مسيرة مع استمرار الحرب في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع. وأشار حميدتي في خطابه إلى هزيمة جنوده في جبل موية، وأن تلك الهزيمة جاءت بسبب القوة القاهرة، متوعدا باستعادة السيطرة على منطقة جبل موية مرة أخرى حسب تعبيره. وفي الشأن السوداني أيضا، فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على الشقيق الأصغر لقائد قوات الدعم السريع السودانية الجوني حمدان دقلو، متهمة إياه بقيادة عملية شراء أسلحة لصالح قوات الدعم السريع وإطالة أمد الحرب الأهلية في السودان. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن تصرفات الجوني في إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة ساهمت في الحصار المستمر والأزمة الإنسانية في الفاشر بولاية شمال دارفور. أصيبت سفينة للشحن بأضرار إثر استهدافها قبالة ساحل الحديدة اليمني على البحر الأحمر يوم أمس الخميس. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق الخميس إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني، مضيفة أن السلطات تجري تحقيقا في ذلك. وذكرت الهيئة في بيان أن ربان السفينة أبلغ عن إصابتها ب3 قذائف وأنها تعرضت لأضرار، لكنه لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية. وجاء في البيان أن التقارير تشير إلى أن أفراد الطاقم بخير، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى وجهتها التالية. هذا ونفذ الحوثيون في اليمن ما يقارب من 100 هجوم على سفن عابرة للبحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني في العام الماضي، ويقولون إن عملياتهم تهدف إلى إسناد الفلسطينيين في غزة في حربهم المستمرة مع إسرائيل منذ عام. وتسببت هجمات الحوثيين في إغراق سفينتين والاستيلاء على أخرى ومقتل ما لا يقل عن 4 بحارة. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه في حلقة اليوم للنزاعات الخطيرة حول الموانئ في القرن الإفريقي، من خلال استعراضنا لمقال تحليلي أوردته مجلة الإيكومينست البريطانية ونشره مترجما إلى العربية موقع الجزيرة نت في 7 أكتوبر الجاري بعنوان نزاع خطير في القرن الإفريقي حول الموانئ. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه في حلقة اليوم للنزاعات الخطيرة حول الموانئ في القرن الإفريقي، أو ما يعرف سياسيا بحرب المياه. وليست الحرب التي من هذا القبيل وليدة اليوم أو الأمس، بل هي ضاربة بجذورها في عمق التاريخ البشري، وإن اختلفت أنماطها وأشكالها وطبيعتها، إلا أنها كانت مشتركة في شيء واحد، وهو تأمين المطالب الضرورية وأسباب البقاء المعيشي للأفراد والمجتمعات وفق ما يتطلبه نمط الحياة آنذاك. وكثيرة هي الحروب التي نشأت بسبب النزاعات على المياه بين دول أو مجموعات أو مكونات سكانية للاستحواذ أو الحصول على الموارد المائية. وكانت هذه النزاعات قديما مصدرا للتوتر ونشوب القتال بين الأفراد أو القبائل في أحقية الانتفاع أو الاستفادة منها في الشرب وسقي الماشية، وكانت الأولوية في ذلك لصاحب القوة والمكانة. وأحيانا كانت تضرب فيه العهود والمواثيق التي تنظم الاستفادة من هذه المياه بين من سبق إلى الاستقرار بجانب العيون ومنابع هذه المياه. إلا أنه مع تطور أنماط الحياة وتنوع الاحتياج البشري بسبب تنامي السكان، أصبح الصراع والنزاع حول المياه يأخذ شكلا آخر لأسباب منها ضرورة المياه مالحة كانت أو عذبة،
وندرتها بسبب الحاجة لمياه الشرب أو الري للمجتمعات الزراعية أو توليد الطاقة الكهربائية، لأن توفرها يؤثر تباعا على الطرق المعيشية والاقتصادية للدول أو المناطق، ويمنح الدول الأفضلية الاستراتيجية والاقتصادية. لذلك قسمت الدول إلى دول مشاطئة أو مطلة على البحار والمحيطات، ودول حبيسة، ويقصد بها الدول التي لا يمكن الوصول إليها عن طريق المصادر المائية، لأن حدودها لا تطل على بحار أو محيطات، وبالتالي هي محاطة بعدة دول أو تكون داخل دولة واحدة، ويمكن الوصول إليها باستخدام موانئ جيرانها وفق محادثات دولية تحكم تلك الاتفاقات ويلتزم بها أطراف تلك المعاهدات، مثل المعاهدات بين جنوب السودان والسودان، وجنوب السودان وكينيا، وأيضا تلك التي بين أثيوبيا وجيبوتي. ولذلك نجد أن الدول الحبيسة مهما كانت وفرة الموارد الاقتصادية فيها وكثرة عوامل التنمية، فإن عدم توفر الإطلالات البحرية يضغط على نمو الاقتصاد بسبب التكاليف الإضافية في التصدير والاستيراد. وقد تستغل الدول المطلة على البحار أو المحيطات حاجة الدول الحبيسة في فرض شروط بعينها، لا سيما إذا كانت علاقة البلدين ليست مبنية على مفاهيم حسن الجوار، وهو ما ينذر بنشوب الصراعات والحروب لفرض الإرادة بالقوة من خلال إثارة النعرات بوجوهها المختلفة الإثنية والقبلية، واستدعاء التاريخ ونحو ذلك من الأمور التي تجعل المنطقة أو الدول تعيش في توتر دائم. ويرى الدكتور فؤاد مطر أن حروب المياه المستقبلية ستكون ساحتها المنطقة العربية والإفريقية، وأن الصراع فيها سيأخذ شكل الصراعات في الأزمنة القديمة التي كانت تحدث لأسباب تتصل بمياه الرعي، ويضرب لذلك أمثلة بالصراع الخفي بين إيران والعراق، وكذلك الصراع والنزاع الدائر بين أثيوبيا والسودان ومصر. حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، نستعرض لكم فيما يلي تقريرا أوردته مجلة الإيكومينيست البريطانية ونشره مترجما إلى العربية موقع الجزيرة نت في 7 أكتوبر الجاري تحت عنوان نزاع خطير في القرن الإفريقي حول الموانئ. نتابع. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتس راديو. يقول التقرير: قليلة هي الأماكن في العالم التي تشهد اضطرابات أكثر من منطقة القرن الإفريقي التي تضم الصومال وجيبوتي وأثيوبيا وإريتريا، وفق مجلة الإيكومينيست البريطانية. فقد عصفت بالمنطقة بحسب تقرير المجلة حروب كتلك التي دارت رحاها بين أثيوبيا وإريتريا، وحرب أهلية في أثيوبيا، وتمرد جهادي طال أمده وانهيار للدولة في الصومال، فيما تتنافس قوى خارجية على كسب ولاءات وموارد القرن الإفريقي. ووصفت المجلة في تحليلها الأوضاع في تلك المنطقة الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من القارة الإفريقية بأنها أصبحت أشد مدعاة للقلق مما هو معتاد، فقد أدت المواجهات المحمومة الناتجة عن محاولات أديس أبابا لاستغلال ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال الانفصالي إلى تأليب أثيوبيا ضد دولتي الصومال وإريتريا، وجذبت إليها قوى إقليمية بما في ذلك مصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي ظل الافتقار إلى أي بادرة لحل مبكر للأزمة، فإن النزاع القائم ينذر بمزيد من الصراع في القرن الإفريقي من خلال تأجيج الخصومات الإقليمية داخل الصومال وتقوية حركة الشباب المجاهدين التي تقول مجلة الإيكومينيست إنها ترهب معظم أنحاء البلاد وجيرانها. وقد بدأ النزاع في الميناء في يناير كانون الثاني الماضي، عندما وقعت أثيوبيا على مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، وهي جمهورية انفصالية معلنة من جانب واحد وغير معترف بها دوليا. وبموجب هذا الاتفاق تستأجر أثيوبيا التي فقدت منفذها إلى البحر الأحمر في عام 1993 عندما انفصلت عن إريتريا جزءا من الشريط الساحلي من أرض الصومال يسمح لها ببناء قاعدة بحرية. وفي المقابل ستكون أثيوبيا أول دولة تعترف بأرض الصومال منذ إعلانها الاستقلال عن الوطن الأم قبل أكثر من 3 عقود. وأفادت المجلة البريطانية
بأن الصومال استشاط غضبا من الخطوة الأثيوبية باعتبار أن أرض الصومال هي جزء من أراضيه، ويلقي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود باللائمة أساسا على رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، واصفا إياه بالرجل الشرير في المنطقة. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد صرح في 30 من سبتمبر أيلول الماضي لمجلة الإيكومينست بأن الجميع اليوم قلقون من سلوك القيادة الأثيوبية الذي لا يمكن التنبؤ به. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان نزاع خطير في القرن الإفريقي حول الموانئ. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن معظم دول المنطقة مالت في بداية الأمر إلى الموقف الصومالي، ففي أعقاب مذكرة التفاهم تلك أصدر كل من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد بيانات تدعم وحدة أراضي الصومال، وكذلك فعلت أمريكا والاتحاد الأوروبي. ووعدت تركيا المستثمر الأجنبي الأكثر ثباتا في الصومال بإرسال قوات للمساعدة في الدفاع عن الحدود البحرية للصومال. وتمكن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من وضع أبي أحمد في موقف دفاعي على حد تعبير دبلوماسي مخضرم في الاتحاد الإفريقي لم تذكر المجلة اسمه. وبدأ الارتباك واضحا لدى مسؤولين أثيوبيين بشأن التزامهم بالاعتراف بأرض الصومال، مشيرين إلى أن أبي أحمد وافق على النظر في الأمر فقط بعد الاتفاق على شروط القاعدة البحرية. ووفقا لمجلة الإيكومينست فإن هذا الانتصار السياسي للصومال ربما مهد السبيل لتجنب المواجهة، ومع ذلك فقد انتاب المراقبون القلق في الآونة الأخيرة من مناورات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود التصعيدية. ففي يونيو حزيران هدد الرئيس الصومالي بطرد الآلاف من قوات حفظ السلام الأثيوبية المتمركزة في الصومال كجزء من بعثة الاتحاد الإفريقي لمحاربة حركة الشباب، وهي جماعات تابعة لتنظيم القاعدة تسيطر على مساحات شاسعة من المناطق الريفية خارج العاصمة مقديشو. وأشارت المجلة أيضا إلى زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى مصر في أغسطس الماضي لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تعهد بإرسال أسلحة للصومال وربما عدة آلاف من الجنود في بعثة جديدة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الإفريقي من المقرر أن تبدأ العام المقبل. ومنذ ذلك الحين وصلت شحنتا أسلحة مصرية إلى مقديشو. ويرى العديد من الدبلوماسيين والمحللين الأجانب أن الاتفاق الأمني يمثل تصعيدا خطيرا نظرا للعلاقات العدائية بين أثيوبيا ومصر، فقد دخل البلدان في نزاع مرير منذ أن بدأت أثيوبيا في بناء سد النهضة. كما تشعر أثيوبيا بالقلق من علاقة الصومال المتزايدة مع إريتريا، وكان أحد دوافع أبي أحمد من الاتفاق مع أرض الصومال هو انهيار تفاهم سابق مع إريتريا يتيح لبلاده الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر عبر موانئ جارتها الشمالية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان نزاع خطير في القرن الإفريقي حول الموانئ. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وطبقا لتحليل إيكومينست فإن اتفاق أثيوبيا مع أرض الصومال أوجد أرضية مشتركة بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والرئيس الإريتري أسياس أفورقي. وفي الوقت ذاته تناقش إريتريا ومصر إمكانية إبرام اتفاق للتعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وتفيد مجلة الإيكومينست البريطانية بأن أثيوبيا ستصبح أكثر عزلة إذا ما تمخضت مثل هذه المحادثات عن تحالف ثلاثي رسمي مصري إريتريي صومالي، كما أنه سيرسخ تقسيم القرن الإفريقي إلى كتلتين جيوسياسيتين. فمصر وإريتريا والصومال تتحالف بشكل وثيق مع السعودية وتركيا، وجميعهم يدعمون الجيش السوداني النظامي في الحرب الأهلية ضد قوات الدعم السريع على حد تعبير التحليل الإخباري. وعلى الجانب الآخر توجد أثيوبيا وأرض الصومال بالإضافة إلى بعض الدويلات المحلية في الصومال وقوات الدعم السريع. ولعله من المنطقي في ظل هذه التطورات
من وجهة نظر إيكومينست أن تهرع أثيوبيا لنجدة قادة الأقاليم الصومالية المناوئين لحسن شيخ محمود، هذا إذا لم تكن فعلت ذلك سلفا. وزعمت المجلة أن العديد من دويلات الصومال ولا سيما الجنوب الغربي القريب من العاصمة على خلاف مع الرئيس بشأن اتفاقه مع مصر، وقد يسعد البعض بتعزيز العلاقات مع أثيوبيا تحوطا من حكومته التي يرونها متعجرفة. وتعتقد المجلة أن مثل هذا الصراع قد يزيد من تقويض سيطرة الصومال على أراضيه التي بالكاد تكون متينة في أفضل الأحوال، ومع ذلك فإنها ترى إن خطر نشوب حرب مباشرة بين أثيوبيا والصومال أو بين أثيوبيا ومصر لا يزال منخفضا. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. في زيارة تاريخية، الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور إريتريا. مصر تنفي اتهام قائد قوات الدعم السريع بمشاركتها الجيش السوداني في قصف مواقع قواته. وإصابة سفينة شحن بأضرار قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر إثر استهدافها من قبل الحوثيين. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس.